لو انت اتقدمت البنت وما عندكش شقه تمليك وعايز تتجوز في ايجار جديد، هل اهلها هيوافقوا؟ صاحبنا بيحكي وبيقول اتقدمت لواحده وابوها طالب مني شقه، وقلت له والله انا في مقدرتي اتجوز في ايجار جديد. قال لي لا والله مش هينفع، يا اما تجيب شقه ايجار قديم يا اما شقه تمليك. بقول له يا حاج الايجار القديم خلاص بيخ، كل سنه طيب، مفيش ايجار قديم خلاص. وبيكمل وبيقول وانا مش في مقدرتي اقدم الاتنين دول ودخلت البيت من باب، فهل دي جزاتي؟ وبعدين لو ابوها بيتكلم صح بحاول ابعد عن بنته وهي اللي مش عايزه ومنهاره، المفروض اعمل ايه يعني؟ حلو، هو مبدئيا زي ما احنا قلنا الايجار القديم بخ، فتعالى نتكلم في اوبشنين. الاول انك تحاول تجيب شقه تمليك. هتيجي تقول لي ازاي يا عم؟ ما قلنا ما اعرفش اجيب. هقول لك استنى، شوف حاجه في حي متوسط، مش هقول لك بقى حي ايه فقير، هقول لك حي متوسط، حتى لو شقه اوضه وصاله بس اسمها في الاخر تمليك. حلو كده، وسواء كملت معاها او لا دي حاجه كويسه ليك، انت حفظت فلوسك في شقه. طب لو ما عرفتش تعمل كده، هقول لك في حل تاني. طالما هي متمسكه بيك تحاول تقنع ابوها بالايجار الجديد لحد اما ربنا يكرمك وتجيب شقه. بس في حاجه، الحل ده لازم تبقى فاهم انه هيبقى ضغط عليك، ايه مش عايز اقول هتبقى مفحوق، لانك طبعا هتوفر مصاريف ايجار واكل وشرب ودنيا، ده غير بقى انك عايز تحوش عشان الشقه، فدي قصه حزينه تانية. قول لي بقى رايك في التعليق، المفروض هو يعمل ايه؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الباص. سلام.